السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله يا إخواني أخواتي سأقدم لكم درس عن كيفية تغيير كلمة السر للمستخدم، يعني للدخول عند للدخول يعني إلى سطح المكتب، يعني أي نظام سواء كان نظام الإكس بي أو السات أو الويت أو غيره. إذا مباشرة من لوحة المفاتيح تضغط على زر ديماري زائد حرف R، يعني لتظهر يعني نافذة رن. ثم مباشرة نكتب الأمر MMC ثم نضغط انتر. ثم مباشرة تظهر لنا النافذة، نتوجه إلى قائمة فيشي ونختار هذا الخيار أجد إيسي بنمي، ثم ننزل إلى أسفل ونختار حسابات المستخدمين إتيليزاتور إي جروب، يعني لو كان يعني لغة النظام بالعربي ستجد يعني حسابات المستخدمين. تضغط عليها مرتين ثم تضغط تيرميني ثم أوكي، ثم تفتح الأيقونة مرتين ثم تتوجه إلى هذا الملف الإتيليزاتور، ثم يعني كما تلاحظ يعني حسابات المستخدمين متوفرة لديك. يمكنك أن تختار أي واحدة منها، مثلا أنا لدي بنعمل الشيخ. لاحظ هذا الحساب أقوم بتغيير كلمة السر، تلاحظ منها تضغط بالزر الأيمن وتختار هذا الخيار الأول، ثم تضغط على كونتيني وتكتب كلمة المرور الجديد، ثم تعيدها وتضغط أوكي. كما تلاحظون هذه النافذة يعني تودع أنه تمت العملية بنجاح بدون أن تعرف القليل، يعني ثم تخرج هذا. وهكذا يمكنك التأكد من الضغط على الزر اللوحة المفاتيح زر ديماري زائد حرف L، يعني لتأخذك إلى نافذة لكتابة كلمة المرور التي كتبتها جديدة، يعني وتنظر بنفسك وتتأكد. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا الحلقة، واستودعكم الله. السلام عليكم.